مشاهدينا الافاضل، كل عام وانتم بخير. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. الاحتفال بعيد القديس يوحنا في بلده زاجر. مؤتمر لتعزيز العمليه التعليميه بمديريه مقلو. الإريتريون في ألمانيا يحتفلون بذكرى الفاتح من سبتمبر. القتال يستعر في أفغانستان بعد انهيار المحادثات. الصين تعفي بعض المنتجات الأمريكية من الرسوم الجمركية. رئيس الوزراء الإيطالي يتوقع دعما قويا من الاتحاد الأوروبي. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. نظم احتفالا شعبيا في زاجر بمناسبة عيد القديس يوحنا بالتعاون بين وزارة الإعلام وإدارة الإقليم الأوسط. وقال مسؤول الثقافة والرياضة في الإقليم الأوسط السيد اندرياس اسمروم في الكلمة التي ألقاها في الحفل الذي حضره حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياي ووزيرة السياحة السيدة سكارلو منقاريوس والأمين العام للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الأوسط السيد يوسف سايق وقادة الجيش ومسؤولي الاتحادات الوطنية ورجال الدين وعدد كبير من المواطنين. قال أن أعيادنا الروحية تعكس وحدتنا وهويتنا، مؤكدا بأن العروض الفنية التي تقدم في الأعياد الوطنية والروحية ترسخ التراث الشعبي والثقافة الوطنية. وقد أحيت الاحتفال فرقة الفنون الشعبية التابعة للإقليم الأوسط. كما نظم حفل مماثل في أرض المعرض الإكسبو بأسمرة أحيته فرقة قيح مريت الفنية. نظم في 9 من سبتمبر الجاري بمديرية مقلو مؤتمرا أكاديميا يساهم في تطوير العملية التعليمية ومعالجة أوجه القصور، حضره المشرفون التربويون ومديرو المدارس ومدراء الضواحي ورجال الدين ولجان المدارس والاتحادات. وذكر مدير المديرية السيد إبراهيم كداني بأن الهدف من المؤتمر هو التعرف على جوانب القصور واتخاذ الخطوات اللازمة لإيجاد حلول لها ومناقشة أسباب مقاطعة الطلاب لمائدة التعليم، داعيا مدراء الضواحي للدفع بالخطوات المتخذة والتعرف على أوجه القصور والحد من ظاهرة التغيب عن الدراسة لأسباب غير مقنعة وتسريع عملية تجميع القرى المتناثرة. من جهته أشار مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ صالح آدم إلى وجود 5 رياض أطفال و11 مدرسة ابتدائية ومدرسة واحدة ابتدائية ومتوسطة وأخرى تجمع المراحل الثلاث أي الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالمديرية، بالإضافة إلى 21 نقطة لتعليم الكبار ونقطة واحدة لبرنامج عالريوم. كما أوضح الجهود الإضافية المتعلقة بفتح فرص التعليم في برنامج عالريوم ل4100 طفل فاتتهم فرصة التعليم في العمر المناسب حسب الدراسات التي أجريت في هذا المجال، وناشدا الآباء بضرورة إرسال أبنائهم إلى مائدة التعليم. بدوره أشار مسؤول التعليم في إقليم القاش بركة الأستاذ محمد علي إبراهيم إلى الجهود المبذولة للحد من العوامل التي تعرقل مسيرة تطور العملية التعليمية بما في ذلك نقص المستلزمات والفصول الدراسية، فضلا عن العمل لزيادة أعداد الأطفال في المؤسسات التعليمية، موضحا بأن المكتب سيسهم بكل ما في وسعه في هذا الجانب. وطالب المشاركون بضرورة إدخال قوانين ولوائح تساعد في مساهمة الطلاب بالتعليم وقدموا أفكار بناءة تساعد في تطور العملية التعليمية، مؤكدين جاهزيتهم للعمل من أجل تحسين أوضاع التعليم في المديرية. احتفل الإريتريون المقيمون في مانهايم وهامبورغ بالفاتح من سبتمبر الذكرى 58 لانطلاق الكفاح المسلح للشعب الإريتري. وقال رئيس لجنة تنسيق الاحتفالات في ألمانيا الدكتور تسفاي عبللوم في الحفل الذي نظم بمدينة مانهايم بالسابع من سبتمبر أن انتصار الكفاح المسلح الذي بدأ قبل 58 عاما تحقق بالجهود المتواصلة والثقة التامة بين الشعب والجبهة، وأن هذه الثقة انتقلت إلى الأبناء ليتمكن جيل وارساي من تقبل الأمانة والزود عن السيادة الوطنية، ويجب الحفاظ على هذه القيم حتى نضمن استمراريتها. وفي الحفل المماثل الذي أقيم في مدينة هامبورغ أوضح السيد كفلوم ساهيه من لجنة تنسيق الاحتفالات أن الفاتح من سبتمبر نقل نضال الشعب الإريتري إلى مرحلة جديدة واستثنائية، وبالتالي يتم إحياء ذكرها بفخر واعتزاز من قبل الأجيال المتعاقبة. ودعا جميع المواطنين للاستعداد من أجل إنجاز مهمة البناء الوطني من خلال الحفاظ على أمانة سبتمبر والاستفادة من أجواء السلام. هذا وقد شهد الاحتفال برامج معدة من قبل الأطفال وكذا الفعاليات الثقافية والفنية.
تبذل جهود حثيثة في ضاحية أقرع لإصلاح البيئة وضمان الصحة العامة. وأوضح السكان في الحفل الذي نظم لتدشين أنشطة نظافة البيئة أنهم كانوا عرضة للأمراض بسبب تلوث البيئة، وقد ساهمت أنشطة التوعية الصحية التي تنظمها وزارة الصحة في إصحاح بيئتهم. وقال مسؤول مكتب وزارة الصحة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد تسفاي بخراتين أن الحكومة تقوم بالاستثمار بمنح الأولوية لصحة المواطنين، داعيا للحفاظ على الإنجاز الذي حققته ضاحية أقرع في مجال إصحاح البيئة. من جانبه أوضح مسؤول الخدمات الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد رزاني في السها أن برنامج إصلاح البيئة يهدف إلى الحد من الأمراض الناتجة عن التلوث البيئي، داعيا لنقل تجربة قرى مديرية نقفة إلى القرى الأخرى. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، قال مسؤولون أفغان أن القتال اشتد في عدة أنحاء بشمال أفغانستان بعد أيام من انهيار المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان التي كانت تهدف للاتفاق على سحب آلاف الجنود الأمريكيين من أفغانستان. وقال مسؤولون أن القتال اندلع فيما لا يقل عن 10 أقاليم، وكانت أعنف الاشتباكات في أقاليم طخار وبقلان وقندوز وبدخشان في شمال البلاد، حيث تواجه قوات الأمن ضغوطا من طالبان. ويلقي القتال في الآونة الأخيرة الضوء على توقعات بتصاعد العنف في أعقاب إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نحو مفاجئ المحادثات مع طالبان التي كانت تهدف لسحب القوات الأمريكية وتمهيد الطريق لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما. وذكر الطالبان أن القرار الذي قال ترامب أنه يعود لرفض الحركة الموافقة على وقف إطلاق النار واستمرار الهجمات التي أسفرت عن مقتل جندي أمريكي الأسبوع الماضي سيؤدي لسقوط المزيد من القتلى الأمريكيين. نشرت الصين قائمة من المنتجات الأمريكية التي سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية المشددة المفروضة منذ العام الماضي قبل انطلاق جولة مفاوضات تجارية جديدة بين البلدين في أكتوبر. ويخوض البلدان حربا تجارية متصاعدة منذ عام 2018 قاما خلالها بتبادل رسوم جمركية مشددة على الكثير من المبادلات التجارية السنوية. وتدخل الإعفاءات المعلنة حيز التنفيذ في 17 من سبتمبر لمدة عام، وستشمل 16 فئة من المنتجات تتراوح بين مبيدات الحشرات إلى الزيوت والشحوم، مرورا بالمنتجات البحرية والأدوية، وفق ما أعلنت عنه لجنة التعريفات الجمركية في الحكومة الصينية. وهذه أول مرة تنشر فيها الصين مثل هذه القائمة منذ أن فرضت العام الماضي رسوما جمركية بنسبة 25% على مجموعة من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية. أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن ثقته في أن أوروبا سوف تبدي دعما قويا لإيطاليا من أجل الاستثمار في اقتصاد رقمي أخضر، وذلك بعد المحادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. وقال كونتي: نحن بحاجة ماسة لبعض الوقت لإبرام اتفاق مع أوروبا لرقمنة إيطاليا وتوجيه النظام الصناعي بالكامل نحو اقتصاد أخضر، مضيفا أنه وفون دير لاين كانا متفقين كليا على هذه الأولويات. هذا وتريد السلطات الإيطالية توسيع مشاركة دول الاتحاد الأوروبي في التعامل مع عبء المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا وتخفيف القواعد النقدية لمنطقة اليورو من أجل تطبيق سياسة موازنة توسيعية وإحياء الاقتصاد المتعثر. مشروع فني لكلاوس ليتمان تحت اسم فور فورست، أي بمعنى من أجل الغابة، سيحول ملعب ويرث 3 لكرة القدم في كلانغفورت إلى أكبر منشأة فنية عامة في النمسا، حيث وضع صاحب الفكرة 300 شجرة في ملعب يتسع لأكثر من 30 ألف متفرج. وعلى الرغم من أن تغير المناخ قد أصبح مؤخرا قضية سياسية ملحة في معظم أنحاء العالم، إلا أن فكرة العرض الفني فور فورست ليست جديدة، بل هي مستوحاة من لوحة تعود للفنان والمهندس المعماري النمساوي ماكس بنتنر الذي قام برسمها قبل حوالي 30 عاما. وكان ماكس بنتنر يرى أنه في يوم من الأيام يمكن أن ننظر إلى الطبيعة في مناطق مخصصة فقط، كما هو الحال بالفعل مع الحيوانات في حدائق الحيوان. عبر المشروع سيسعى ليتمان لإعادة زراعة الأشجار المستخدمة في العرض في مواقع عامة على مقربة من الملعب ليبقى المشروع حيا. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.